أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: الخطيب يطمئن على حسن شحاتة، تعرف على ما حدث. تحدث كريم حسن شحاتة وقال: أتوجه بالشكر للكابتن محمود الخطيب الذي تواصل معي من فرنسا من أجل الاطمئنان على حالة والدي حسن شحاتة. الخطيب كان يريد التحدث مع والدي ولكنه كان في غرفة العمليات. أشكر مرة أخرى الكابتن الخطيب على اهتمامه، وكانت مكالمة رائعة وداعمة لنا. خبرنا الثاني: الصحافة التونسية تعلن عن عودة علي معلول إلى الصفاقسي. أكدت الصحافة التونسية على أن علي معلول سيعود إلى الصفاقسي بعدما فشل اللاعب في الحصول على أي عرض خليجي. خبرنا الثالث: وسيط نادي كولومبوس يعلنها آدم وطني وسام أبو علي في النادي الأمريكي. تحدث آدم وطني السمسار وقال: نادي كولومبوس توصل الاتفاق نهائي للتعاقد مع وسام أبو علي، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبا. والجدير بالذكر بأن وسام أبو علي امبارح في وقت متأخر من الليل أعلن النادي الأهلي عن بيان منه اعتذار لجماهير النادي الأهلي بفضل الله، زي ما انفردنا مع حضراتكم في خبر صباح الأمس لما قلنا أن وسام المفروض أنه يعمل بيان اعتذار، وبالفعل في وقت متأخر من اليوم أعلن وسام عن البيان. خبرنا الرابع: تعرف على موعد مباراة النادي الأهلي القادمة. بإذن الله مباراة النادي الأهلي القادمة ستكون ضد فريق البنزرتي التونسي يوم 25 يوليو في تمام الساعة 8 مساء، وبرضو على قناة الأهلي. خبرنا الخامس: بن رمضان يعلنها الزمالك وبيراميدز هم المنافسين الأقوى. أكد بن رمضان على أن الزمالك وبيراميدز هم المنافسين الأقوى على بطولة الدوري، أما أفريقيا في بيراميدز وصن داونز والترجي، وهناك عدد كبير من الأندية، وهتكون المنافسة صعبة في الموسم الحالي.